السلام عليكم ورحمة الله، وتحية نضالية عالية لجميع السائقين المهنيين أينما حلوا وأينما ارتحلوا. إخوان، واحد الموضوع اللي غنطرق له اليوم، اللي هو واحد المشكل اللي ولينا كنعانيو منه كسائقين مهنيين على المستوى الوطني بصفة عامة، أو المستوى المحلي في جهة فاس مكناس بصفة خاصة. هذا المشكل هذا اللي ولا يعني هضرنا عليه وعاودنا سواء في المنابر ديال التواصل، او راسلنا جهات الوصيه، راسلنا الوزاره، راسلنا العماله، راسلنا بزاف ديال الامور، وكنشوفوا لحد الساعه يعني ما كيزيد يكثر، رغم ان واحد الوقت اننا حاربناهم بشتى الوسائل وشفنا شنو وقع وبزاف ديال الحويجات، ورثائنا اننا باش ربما نخليو يعني الجهات المعنيه انها تقوم بالدور ديالها، ولكن لحد الساعه كنشوفوا هادشي تكاثر علينا. هذا الشيء اللي غنذكر هو النقل عبر التطبيقات، ما يسمى بالتطبيقات الذكيه او الوهميه ان صح القول، اللي ولات تفشات بواحد الشكل كبير على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. اللي كنلقاو كمثال مدينه فاس، ان هاد الناس ولاو كيخدموا بالعلالي، كيخدموا اون بان بيبليك، ولاو كيجيو لمحطة القطار وكيوقفوا تما وكيهزوا الناس من تما وكينزلوا الناس من تما. وكاينين بعض اللي كيقول لك حنا مناضلين، ولاو هما كيشدوا كمثال بحال دابا التوريس ولا يعني مغاربه ولا شي حاجه، كيجي واحد بعائلته 5 ولا 6 الناس. هو المهني اللي كيقول لك انا مناضل، البعض وليس الكل. هو كتلقاه كيتصل بهاد الناس ديال التطبيقات بلا ما نسمي الاسم باش ما نعطيهمش واحد الشهره، كتلقاه كيتصل بهم وكيجيك مول التطبيقات وكيقول له فين تسطالي، وكيجيب داك الكريجه بالعربيه، كيجيب لك 5 أو 6 الناس او 4 الناس، وكيمشي يعطيهم له، وكيصدق الاخر ندور معاه بواحد البركه ديال الفلوس. وهذا الشيء هذا ما كنقولوش هكاك، كاين فيديو اللي كيوثق الحلال، واحد الشخص اللي كيقول لك انا مناضل، انه كيبيع للناس ديال التطبيقات، كيبيع لهم الكورسه. زائد حاله اخرى او حالات اخرين اللي كنشوفوا دابا هاد الناس ديال التطبيقات ولاو كيسارجيو عادي، كيجيو الاماكن السياحيه كمثال الرصيف، باب بوجلود، كيجيو لواد الزحول، كيجيو الكافور، يعني كافور ولاو كيشدوا الصف كاع. كافور ولاو ان شادين تما الصف، كتلقى 4 و5 شادين الصف واحد مور واحد باش كيهزوا هاد الناس. هما اش كيهزوا صحاب الشراب، كيهزوا الناس اللي كيديروا المخدرات بشتى انواعها، كيهزوا الناس ديال الدعاره، كيهزوا بزاف ديال الحوايج كيخدموا هاد الناس. ولكن ملي كنقول كافور، كتلقى كافور اللي هو واحد السوق متجر كبير وما كاينش فيه بلاكه ديال الطاكسي الصغير، ولا وقفات الطاكسي تما الصغير راه البيرمي، ولكن الناس ديال التطبيقات واقفين ب5 و6 قدامو عادي، وكيسارجيو الناس والممنوعات عادي. زائد ان هاد الناس ولاو كيصولوا وكيجيو له مدينه فاس. للاسف ان حتى بعض الكليان كيقول لك انا عندي حق 4 الناس ولا 5 الناس، طاكسي راه ما غتهزنيش، طاكسي غادي خصني 2 طاكسيات، لا واه بواحد الثمن كذا كذا، راه نعيط لهاد الناس. يعني حتى بعض الزبناء، ولا هما ماشي زبناء ديال الطاكسي في الصراحه، لان ولد الطاكسي راه كيركب في الطاكسي، ولد البلاد ولد المدينه ولد الطاكسي راه كيجي للطاكسي، ما غيمشيش يركب مع خطاف، لان هذاك يخطاف، هذاك خطاف. ممكن يكون هز معك ممنوعات، ممكن انه يعني يشوف البوليس غيوقفوا ولا شي حاجه، يدير شي كارثه كحله. وراه كاين فيديوهات اللي كيوثقوا هاد الحالات، سواء في طنجه سواء في فاس سواء في الدار البيضاء، انهم شحال نوبه دازوا في رجال الامن، شحال نوبه هربوا كاع فوق الطريطوارات، شحال نوبه انهم هربوا بنات عباد الله واغتصبوهم، اكثر من ذلك انه تسبوا في جريمه قتل. بزاف ديال الفيديوهات اللي كيوثقوا الحاله، والصحافه الحمد لله راه كتنشر كل شيء. بما هاد الناس كيشكلوا خطر على المواطن اللي مازال مواطن ما بغاش يعرف انه بان هاد الناس راه ماشي قانونيين، كيشوف انه غينقص واحد الدرهم ولا جوج، ولكن كيلتجا انه يريسكي بحياته، هو راكب غير قانوني. هاديك راه هي الطوموبيل عاديه، فيها لاسيرونس عاديه،
ما كاين لا ديال نقل الاشخاص او حتى شي حاجه. وممكن اي حاجه يكون عنده الكفر مضروب بالمخدرات او بالشراب او شي حاجه، الساعه اللي يوقفوا رجال الامن راه ممكن تقول لهم هذا مع هذا السيد راه معايا، ماشي ديالي هذا الشيء، هذا السيد انا كندير هاد التطبيقات ولكن هذا السيد هو غادي، ولكن غيديك معاه حتى انت. يعني هذا راه مشكل، هذا راه واحد المشكل اللي كنحملوا السلطات المحليه انها تضبط، وتكون واحد البرامجات ديال المراقبه في المدينه ما فيها باس. انسان يوقف السلام عليكم الفريقات يقلبوا يكونتروليو هادشي. هاد الناس راهم باينين، هاد الناس راه معروفين وباينين. وتا الوزاره كان عليها ان تحجب هاد المواقع هادو اللي مسبين في مشاكل. راه في الامس القريب ان سائق مهني كان انه كيدافع على حقه راه مازال يعني في الحبس لدابا، الحال دابا مازال في الحبس. علاش؟ لانه كان كيدافع على حقه، انه هضر على حقه. واحد جاي انه كيهز الكليان في واحد اللوطيل ولا شي حاجه، هضر على حقه، لصقوا ما لصقوا وصيفطوه ما صيفطوه. وبزاف والحاله ديال الرباط، الحاله ديال الرباط اللي وقع فيها الروينه، واللي مجموعه ديال السائقين المهنيين تقاسوا فيها، واللي وقع فيها واحد السياقه متهوره داك مول التطبيقات، وبزاف ديال الحويجات. في حين انك تلقى التناقض، ان كتلقى الطاكسي خدامه بقرار عملي بقانون ديالها بلا سيرونس ديالها، كتخلص بلا فلوس، كتخلص بلا كرا طوموبيل بلا فلوس، يعني عنده واحد القوانين كتضبطو، ممنوع تكميم، ممنوع دير واحد السياقه متهوره، ممنوع بزاف ديال الحوايج ديرهم. ولكن كنشوفوا ان في الحيل الجهه الاخرى كدير اللي بغات. وسمعنا مؤخرا بان في اكادير ان سائق او سائقين او ما عرفت شحال انه تم سحب الرخصه ديالهم، دعوى ان واحد اليوتيوبر طلع وكيسجل. فرضنا هذاك السائق المهني دار خطا انه ما استعملش العداد، ولكن كاينه واحد العقوبه، ماشي اننا نسحبوا لهم رخص الثقه ديالهم كمثال، سواء في اكادير او في مراكش او في فاس او في اي جهه. بمعنى لا كنا غنطبقوا القانون على الطاكسي يعني بالحذافير ديالو، الطاكسي خصنا نعطيوه الحقوق ديالها. السائق المهني الممارس اللي كيصور واحد 40 درهم ولا 50 درهم خصنا نعرفوا بعدا شحال كيصور في هذه الازمه ديال غلاء المازوت وبزاف ديال الحوايج. ولا كنتي غتضبط هذا السائق المهني هذا يعني بالقانون، علاش ما كتضبطوش اصحاب البومبات بالقانون؟ الا كاين قانون العملات فيهم مكتب اقتصاد اللي كيراقب هذه المسائل كامله، كاين واحد حمايه المستهلك، علاش ما كتضبطوش هاد الناس البومبات اللي كتلقى ان الزياده في 12 الليل هو في 8 الليل كيسد البومبا كيقول لك المازوت ما بقاش. النهار اللي كتزيد والنهار اللي كتنقص هو اخر واحد. كمثال اخر واحد كضرب كتلقاه يومين وهو كيخدم باك الستوك، هو الثمن ناقص وهو مازال كيخدم الثمن الجديد بالثمن القديم. علاش هاد الناس ما كتضبطوهمش؟ ولا هي الطاكسي حيت قصيور، الطاكسي اللي نحقروا عليهم حيت شوفوا الطاكسي مسكين حيت قصيور. علاش ما كتشوفوش هاد الناس اللي واكلين بزاف ديال الحوايج ما كتقلبوش فيهم؟ ولا نقلبوه في الطاكسي. الطاكسي يعني حيت قصيور، اي حاجه الطاكسي يعني كنجربوا فيه الصحف في جميع الامور ديالو، يعني كاين قانون خصنا نطبقوا عليه. وكنتمنى انا شي فور الطاكسي قبل ما تنزلوا عليه القانون نطبقوا عليه القانون، عطيوه القوانين ديالو، يعني عطيوه الحقوق ديالو، وطبقوا القانون. بزاف ديال القطاعات راه ماشي قطاع الطاكسي، راه كاين بزاف ديال القطاعات، القطاع الخاص ولا القطاع العمومي ولا بزاف ديال الحوايج. شي فور الطاكسي الا مشى كمثال يدق واحد الشوكه راه كيعاني منها باش يوصل باش يدقك الشوكه، في حين انه كتلقاه كيدير الاشياء الخدمه اللي كيديرها هو اللي كيعطيها للمواطن ما كيعطيها حتى شي واحد. شي فور الطاكسي تخرج في 2 الليل تجي كيدرس، تدخل في 2 الليل تلقاه واقف قدام الدار، تجي في 4 الصباح باغي تسافر تلقاه قدام الدار، تخرج في 12 النهار والحراره تلقاه قدام الدار، تخرج في 3 العشيه والشتا والبرق تلقاه قدام الدار. ولكن شكون اللي كيعطي هذا الشيء هذا؟ حتى واحد ما كيقول بان هذا السيد راه اي صحيح خدمته هذه. كاين اللي غيخرج يقول لك حق هذاك راه خدمته، خدمته، ولكن راه ماشي هو اللي خدمته، راه بزاف ديال القطاعات خدمتهم وما كيديروهاش وما كيراقبهم حتى واحد وما كيقلب فيهم حتى واحد. ولكن الطاكسي طين مو طحن مو. علاش؟ لانه هو شي فور طاكسي. ولكن شي فور طاكسي وقف تاخير، شي فور طاكسي وقف تاخير. وكنعتز بالشيفور طاكسي اللي كيجيبوها بالحلال وكيخدموها بالحلال وكيأدي واحد الخدمه للمواطن والوطن. وباش ما بغاو شي فور طاكسي كيبقى انسان فينا اللي كيهضروا 4 و5 اللغات. وللاسف ان المكان ديالو خصو يكون في واحد البوست اللي ما خصوش يكون فيه واحد اخر اللي ما عندوش هذيك الامتيازات والشواهد العليا اللي عند شي فور طاكسي.
ولكن حنا راه كنعرفوا كيفاش كتمشي الامور. الموجه حنا كنمشيو مع الموجه، والله يختلنا مع المساكن، ولكن ما نقبلوش الحقره والظلم. ساعه نشوفوا طبق القانون، سحب كذا كذا. كنسمعوا كل مدينه كنسمعوا فيها شنو كيوقع، وكنشوفوا هاد الناس ديال التطبيقات كيديروا اللي بغاو، وكيعرفوهم فين كيخدموا. وتا هاد المواقع الا بغاو يحجبوها راه يحجبوها. راه ملي كيبغيو الدوله، ملي كتبغي دير شي حاجه ديالنا، الدوله هنا كتبغي دير شي حاجه كديرها. حنا مع الدوله ومع القانون وماشي فوق القانون، ولكن كما كتطبق القانون علينا بغينا يطبق القانون على الجميع وتعطينا الحقوق ديالنا. كاين اللي غيتزايد علينا، راه ما يتزايد علينا احد على المواطن. حنا راه مغاربه وكنبغيو بلادنا وكنبغيو الوطن ديالنا والملك ديالنا حتى النخاع. احب من احب وكره من كره، ولكن الحقوق ديالنا كنتكلموا عليها. علاش شوفوا الطاكسي يطبق عليه القانون بالحذافير ديالو وما كتعطالوش حقه؟ وكنشوفوا مجموعه ديال الاختلالات في قطاعات وكذا وكذا وكذا. وكنشوفوا كمثال هي النقل السري. هذا النقل السري اللي هو بنادم كيجيب طوموبيل كيهز عليها 18 و19 و20 بلاصه، ولا وقف قدامه رجل الامن انه كيتسيس فيه كانه بزاف ديال الحوايج. واصحاب التطبيقات دابا اللي كيخدموا لك حتى هو الطابليت وكيخدم لك التليفون وكذا وكذا. وكاين اللي كيدير التحرش، كاين اللي كيبيع المخدرات، كاين اللي كيبتز الكليان. كاين بزاف للاسف ان قلت لك كيستغلوا بعض الاشخاص اللي ربما واش كيتجاهلوا القانون ولا ما كيعرفوش القانون ولا كيبغيو يتجاوزوا القانون. انه في عاد يخرج الطاكسي كيمشي كيستعمل التطبيقات لان كيجي حتى للدار وكذا وكذا، ولكن هو ما عارف المساوئ اللي فيها، ما عارفش ممكن ان فاش يطيح وطاحوا فيها. يا ما كتبات الصحافه ويا ما خرجوا فيديوهات الناس اللي كلاو عصا لان ركبوا مع اصحاب التطبيقات وقع لهم ما وقع لهم وبزاف ديال الحوايج. وكاين اللي ضرب الحبس وكاين اللي مازال كيضرب الحبس وكاين اللي جاي يخطيه وبزاف ديال الحوايج. نتمنى الميساج ديالنا وصل، لان باش ما نطولش اكثر كنسمعوا شي حوايج ما غادي نقبلوهم، ما يمكنناش نسكتوا عليهم. ماشي ان واحد يدير اللي بغى وواحد يطبق عليه القانون. انا عطيتكم مثال بسيط بصحاب البومبات، اما الا جيت نهضر راه بزاف ما غندور، يعني بزاف ما غيتقال. التحيه للجميع ونتمنى الميساج ديالنا يوصل. والضمائر الحيه، لان كاينين ناس في السلطه فعلا عندهم ضمائر حيه، كاينين. نتمنى ان الضمائر الحيه ان تتحرك وتنصف السائق المهني وتنصف المهنيين وتحارب الظواهر اللي كترجع على بلادنا وكترجع علينا كافراد بالضرر وعلى ولادنا كذلك. تحيه لكم وتحيه للجميع.